مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكاية بالشوكولاتة تحفة بدون شوكولاتة. هنعمل بجد صوص شوكولاتة كده، حاجة جميلة جدا جدا، كيكاية اقتصادية بجد. هنعمله كيكة الشوكولاتة بدون شوكولاتة، حاجة كده جميلة جدا. وفي بقى معلقة كده هنحطها هتخلي الكيكة بتاعتنا مفرغة، وهتخلي الكيكة بتاعتنا بجد هشة جدا. شايفين شكلها؟ والله طعمها كده زي الجاتو، طعم جميل جدا جدا. وهنزينها كمان تزيين بسيط خالص زي ما انتم شايفين. طريقة الكيكة بتاعت النهاردة سهلة وبسيطة وطعمها بجد تحفة جدا. قبل ما ابدأ الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. جزاكم الله كل خير يا رب. ويلا في البداية نقول بسم الله ونشوف مكوناتنا البسيطة السهلة للكيكة القمر دي. وفي البداية هنقول بسم الله. وأول حاجة معايا بولة حطيت فيها كوباية من الزيت، وكوباية من السكر، كوباية من الحليب، نص كوباية من الكاكاو. طبعا الكاكاو دوت كاكاو خام اللي هو اسباني. 3 معالق من اللبن البودر او 4 معالق. وهنا اللبن البودر هيدي طعم جميل جدا للكيكه. وزي ما انتم شايفين انا بالهاند بلندر هضرب كويس جدا لحد ما يديني كده صوص شوكولاته كده تقيل زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا جدا. شايفين القوام؟ تحفة جدا. وهنا طلع معانا كده صوص شوكولاتة تحفة جدا. هناخد بقى كده كوباية كده منه او فنجان كده من الشوكولاتة القمر دي زي ما انتم شايفين. وعايزة اقول لكم والله طعمها تحفة ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا جدا. طبعا انا نزلت بكيس فانيليا بس طبعا الحته دي ما جاتش. الفانيليا مع الشوكولاته بتدي طعم حلو جدا. هنا معايا 2 من البيض، هنزل بيهم كده على بقيه الخليط كده زي ما احنا شايفين. حابه تعمليها في الخلاط اعملي، انا عشان الهاند بلندر قدامي بصراحه فبستقرب ان انا اجيب الخلاط يعني. هنا بقى نزلت بكيس فانيليا تاني، وهضرب بقى كل الخليط ده كويس جدا. انا كده مش هحط اي حاجه تاني عليه اكتر من ان انا هحط 2 من البيض، وهحط بس كيس الفانيليا، وهنزل بمعلقه خل. هي دي مقاديرنا البسيطه السهله. هنا معايا كوبايه واحده من الدقيق، نص كوبايه من النشا، معايا رشه الملح، ومعايا كيس بيكنج باودر. طبعا وانا بعمل الكيكه الجميله دي انا عايزه اقول لكم بجد طعمها تحفه جدا والله. مقاديرها بسيطه والطريقه سهله والطعم خرافه. انا هنا مولعه الفرن على درجه حراره 180. طبعا الكيكه بتاعتنا هتحط في الرف الاوسط، هتاخد لها بالظبط تلت ساعه حسب نوع الفرن، وهتطلع معاكي احلى كيكه. وهنا بنزل حبه حبه كده من الدقيق. ويلا بقى نحط المكون السحري اللي احنا قلنا عليه في اول الفيديو. معايا هنا ربع كوبايه صغيره ميه دافيه، وعليها معلقه كبيره من الخميره. ايوه الخميره يا جماعه والله خلت الكيكه رهيبه. قلبتهم كويس جدا ونزلت كده في الاخر خالص بعد ما الكيكه بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك خلصت خلاص. هنزل بالخميره على طول، وهضرب بقى ضربه كده كويسه، ويلا بينا ندخلها الفرن على طول، لان الخميره مع الكيكه ما ينفعش ان هي تستنى بره ثواني حتى. احنا هنخلص الكيكه وندخلها الفرن على طول ونشوفها لما تطلع. انا عايزه اقول لكم والله بجد بامانه هي الكيكه طلعت روعه. الكيكه طلعت هشه بطريقه ما شاء الله، طريه جدا جدا. وهنا جبت بوله كده حطيت فيها معلقتين من القهوه، وحطيت كمان معلقه كده من السكر، وحطيت شويه ميه وضربتهم زي ما انتم شايفين. نزلت عليهم بربع كوبايه من الحليب. طبعا لازم الكيكه بتاعتي تكون بارده ما تكونش سخنه، لان انا لو شربتها لبن او حطيت لها لبن وهي سخنه صدقوني هتعجن معاكم ومش هتبقى حلوه خالص. انا هنا بقى هنزل كده ده بالظبط ايس كوفي. انا عايزه اقول لكم عطى طعم للكيكه جميل جدا جدا. بامانه طلعت الكيكه تحفه ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما قلبت بقى كده القهوه او الايس كوفي على الكيكه بالمنظر ده وخرمتها كده، هنزل بقى دلوقتي على طول بصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه في البدايه. وحابه ان انت تزيني باي حاجه زي يعني حابه تحطي مثلا معلقه قهوه كده على حبه لبن كده وتقلبيهم وتحطيهم على الكيكايه براحتك خالص. طبعا الحاجه دي حسب ما انت تحبي هتعمليها. انا بصراحه بحب القهوه جدا بالطريقه دي، فطبعا مع الشوكولاته عاطت طعم بجد جميل جدا جدا. والله تشوفوا كده حته الكيكه لما اتحطت في الطبق وقدمت منها والله العظيم بامانه عامله زي حته الجاتو، جميله جدا جدا. وهنا زي ما انتم شايفين عملت شكل كده للكيكايه بالمنظر ده. طبعا القهوه او الايس كوفي اللي كان محطوط على الكيكه مع الشوكولاته عمل الشكل ده جميل جدا جدا. وعملنا كيكايه قوام قوام كده لو جالك ضيف على سهوه وقدمتي منها والله بجد تحفه جدا. هي طعمها جميل بقى
الشوكولاتة طبعا مع القهوة كده بجد مع الكيكة بجد طعمها تحفة جدا. عملناها بمنتهى السهولة. وهنا بقى انا قلت اقطع كده معاكم علشان ناخد حتة بقى كده ونشوفها. حابة بقى ان انت تحطي مكسرات على الوش، حابة تحطي فرماسيه زي ما انا ما حطيت، حابة تحطي اي حاجة براحتك انت. انا يعتبر عاملاها كيكاية يعتبر اقتصادية، ولا احط عليها مكسرات ولا احط عليها شوكولاتات ولا اي حاجة. انا حبيت ان انا اقدمها سادة، بس ولادي قالوا لي يا ماما حطي عليها فرماسيه هيبقى طعمها حلو جدا وكمان شكلها هيبقى حلو. ففعلا حطيت جزء كده عليه فرماسيه وجزء سبته سادة للي مش حابب ان هو ياكل عليها اي حاجة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا جدا بأمانة، طعمها تحفة جدا والله. يعني بجد مفيش حد كل منها إلا لما عجبته. طريقتها بسيطة وسهلة وطعمها كمان بيكون تحفة جدا. وحتة كده منها طبعا في الساعة اللي احنا فيها دي مع كوباية بقى نسكافيه، كوباية قهوة، كوباية شاي بلبن، كوباية شاي سادة، بجد بجد حلوة جدا جدا. يعني هتديكي طاقة شوية كده طبعا. ما شاء الله شايفين بقى بالفرماسيه بعد ما حطيت كده عليها فرماسيه طلعت جميلة جدا جدا والله بأمانة تحفة. شايفين ما شاء الله شكلها جميلة جدا وحلوة طبعا جدا. لو ولادك بقى بيذاكروا كده برضو تديهم حتة كده، تديهم طاقة شوية، لأن بجد يعني ربنا يا رب يعينهم ويعيننا يا رب ويعدي الامتحانات على خير ونجحهم كلهم اللهم امين يا رب. شايفين شكلها بجد جميل جدا جدا. وده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.